عمرك سألت نفسك قبل كده الزبالة بتروح فين؟ مصيرها ايه يعني؟ بمجرد انتهائك من بواقي أكل، ورق، بلاستيك، كرتون، خشب، معادن، أي حاجة حرفيا، دي نهاية لبداية جديدة. أهلا بيكم في واحد من أهم الأحياء في القاهرة، رئة القاهرة البيئية المسؤولة عن إعادة التدوير اللي من غيرها حاجات كتير كانت هتتأثر. واحدة منهم ومن أهمهم هي اقتصاد البلد. ليها دور مهم، مصانع كتير معتمدة بشكل أساسي على البلاستيك والأوراق اللي بتخرج من هنا، والبديل إنك تستورد الخامات من بره بالعملة الصعبة. صباح الفل. عارف المكان اللي انا رايحه صح؟ لا بالظبط مش عارف فين بالظبط عشان ما اكذبش عليك. هو دير سمعان الخراز اللي هو في المقطم. اعمل لايك واشتراك في القناة لو أول مرة تشوفني، وخلينا نبدأ. وصلت على منطقة المقطم الموجودة في مصر، تحديدا محافظة القاهرة الكبرى، والمعروفة أيضا باسم حي جامع القمامة أو منشية ناصر. حتى التوك توك شغال برضه. القصة بدأت لما أسر من صعيد مصر وصلت القاهرة هربا من البطالة والفقر وجفاف الموارد الغذائية. بدأ النسح تقريبا سنة 1948. في البداية كانوا مربيين للخنازير وكانوا محتاجين أكل ليها، فبدأوا يجمعوا أكل من بقايا الطعام من أهل القاهرة بشكل مجاني. البيت أصبح بيتخلص من القمامة عنده بشكل مجاني ومريح، ومربين الخنازير في الوقت ده كانوا مستفيدين بالمواد العضوية. بس في سنة 1970 بدأت الحظائر تكتر، والحكومة شافت إن ما ينفعش الحظائر دي تكتر بالشكل ده وسط أحياء سكنية، فنقلوا الأسر دي لمنطقة المقطم. تخيل لو مفيش المكان ده فعلا. ومن هنا بدأوا يدركوا أهمية القمامة وإنه ممكن تكون مصدر رزق كويس، وقد كان. هي الحته دي زحمه على بس ليهم دور كبير قوي في موضوع اعاده التدوير هنا كده. البلاستيك بيتفرز لوحده، الورق لوحده، بواقي الاكل لوحدها. والنهاردة في أكتر من 8000 طن مواد عضوية بيطلع عشان تتغذى عليه الخنازير وتتخلص منه في نفس الوقت. 2 طن مواد غير صالحة لإعادة التدوير زي الكادلس والجلافز وما شابه. 8000 طن صالح لإعادة التدوير زي البلاستيك، الورق، الكرتون، المعادن، الإزاز. المكان أصبح يقدر ينتج ما يقرب من 80% من عملية إعادة التدوير، وطبعا قدر يوفر آلاف أو ملايين الدولارات للمواد اللي بتيجي من بره، غير آلاف فرص العمل اللي اتوفرت للشباب. لو ما عندكش معلومة زي كده فأحب أقولك إن في دول كتير ناجحة نسبة إعادة التدوير بتاعها ما بتوصلش ل 80%، زي جامع القمامة في المقطم. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك واشتراك لو أول مرة تشوفني، وقول لنا الفيديو الجاي عايزه يكون عن إيه.